ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ طبعا بداية الفيديو ان انا عاملة عيش الرحالي، العيش الفلاحي بتاعنا يعني عموما يعني. هنا مصورة كده القرص اللي بالسمسم والسكر، ان شاء الله هعمل فيديو عشانها. بس انا حبيت اوريكم يومي ازاي. يا رب يجعلنا في سعادة وفي رزق يا رب، ويخليكم ليا ما نحرمش منكم ابدا ابدا، وحشتوني كتير. رغم ده كله انا ما نسيتش الناس اللي داخله عليها طبعا الشتاء والدايت. انا طبعا هعمل عيش دلوقتي، عيش بالرده، العيش اللي هو الدقيق اللي هو الاسمر، اللي هو بنسميه خلط وكده يعني. ان شاء الله هنعمله للناس اللي عامله دايت عشان الشتاء. في ناس كتير طلبته مني، قالت لي يا لبنى احنا عايزين منه، لان احنا طبعا عاملين دايت على قدنا بعيد عن الدكاتره. فاحنا عايزين حاجه كده ان احنا يعني تدفينا في الشتاء، في نفس الوقت ناكلها ما نتعبش منها وتبقى خفيفه. خلاص، خلينا متفقين ان احنا نعمل مع بعض دلوقتي حاجه خفيفه، وهعرفكم ازاي تجيبوا رده وتخزنوها من السنه للسنه، وتفضل معاكم لا تسوس ولا ريحتها تبوظ ولا تجرالها ايا كان، وتفضل معاك تستخدميها في الوصفه اللي انا هقولها لك دلوقتي. خلاص، يلا معايا ان شاء الله على الوصفه. يلا اوعوا تنسوا الاشتراك او اللايك، وخليكم معانا ما تروحوش في مكان تاني ولا في حته تانيه. طبعا شفتوا معانا اول الفيديو يا جماعه الرحالي والحاجات اللي انا بعملها، ده شغل بقى بيتي، بعمله وببيعه بالكيلو، واللي بيجيب لي دقيق بعمله، ما علينا. خلينا النهارده انا هقول لك وصفه جميله جدا جدا للناس اللي عامله دايت، او ان هي حابه تخفف ما تجي، عشان احنا طبعا في الصيف كلنا اللي عامل دايت او مش عامل دايت بيبقى اكله خفيف في الصيف. انما في الشتاء بقى بحكم البرد والسقعه بتحس دايما ان انت جعانه وتحسي بجوع، فعايزه تاكلي حاجه كده تكون حلوه وفي نفس الوقت ما تاذيكيش في حاجه. تمام. معايا 3 كوبايات من الدقيق الاسمر اللي هو الخلط، او مثلا الدقيق بتاع الغله اللي هو يا جماعه دي القمح. دقيق القمح، بس بيبقى يعني درجه بتبقى تالتة، اللي هو بيبقى ايه تحت العلامه بعلامه كمان. خلاص، بنسميه الدرجه التالتة. ده معانا 3 كوبايات من الكوبايه اللي انتوا شايفينها دي. خلاص، ارفعي التليفون كده معايا يا ندى. تمام. طيب انا الرده بقى، انا ممكن اجيب رده من اول السنه لاخر السنه وفي الصيف وعينها وما يجراش لها اي حاجه. دي انا رده انا مخزناها، والله قسما بالله انا مخزناها في عز الحر وما جرالها اي حاجه في الازاز دي. تمام. بجيبها رده نظيفه وحلوه، واقوم ماسكاها نخلاها، واقوم معبياها في ازاز، لا بحط ملح ولا بحط اي حاجه. الازاز ما شاء الله اهي عشان خاطر المصداقيه، بس انت تجيبيها وتعينيها تشوي منها سمك على البوتاجاز، تعملي منها اي حاجه جميله جدا، يعني ما بيجراش ولا ريحتها تريح ولا اي حاجه. دي انا واخده منها قبل كده اهي، ومخلصه ازازتين منها، والله ما فيها اي حاجه وحشه. هنسمي بسم الله، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا عايزاها حاجه كده ايه صيامي للناس اللي عامله دايت، عشان احنا داخلين على الشتاء. اهي معانا دلوقتي 3 كوبايات من الدقيق، عليهم كوبايتين من الرده، ولو عايزه تحطي 3 و3 مفيش مشكله، لو عايزه تحطي 4 من الرده و3 مفيش مشكله. خلاص، معانا دلوقتي كوبايتين من الرده عليهم. تمام. انا مش حاطه اكتر من كده لان انا هعمله على المكنه عشان ما يفتحش معايا، انا هعمله ايه على المكنه علشان ما يفتحش معانا. خلاص، هتحط عليه ايه؟ هحط عليه ملح وسنه خميره. عارفين يعني ايه سنه خميره؟ يعني خميره حاجه بسيطه. معلش هفصل الكاميرا عمال العيش هتأذن وهنرجع تاني. الله اعظم، الله اعظم، ستر من عندك يا رب، استرها معنا دنيا واخره. معلش يا جماعه ده كانت امي دايما بتقولها، بحبها، ان هي ست بسيطه كده، كانت دايما بتقول يا رب استرها معانا، وبتدعي لنا كده بالدعاء ده. ربنا يسترها معاكم مع اولادنا جميعا يا رب. بصوا بقى، دلوقتي انا معايا حبه ملح صغيرين خلاص، وحبه خميره صغيرين زي ما انا قلت لكم، هضيفهم دلوقتي على الحاجه بتاعتنا البسيطه ديت. انت ممكن تعمليه على عين البوتاجاز، ممكن تعمليه وانت قاعده كده في قلب الطاسه كمان تعمليه، ما يهمكيش، اعملي واشتغلي وسيبها على الله، وهيبقى احلى حاجه تاكليها كده في الشتاء في السقعه، تغمسي بيها يعني خياره، حاجه كده زيتون، يعني زيتونتين كده وخيره حته جبنه صيامي كده، حاجه بسيطه كده، هتتعشي وهتحسي ان انت يعني خلاص مش عايزه حاجه جنبها. خلاص. طبعا هي بتاخدش عجين حاجه، انا بعجن بنزل بقى سرسوب ميه كده واحده واحده، لان الرده ما بتقبلش ميه. وانا ليه زودت كوبايه دقيق عن الرده؟ علشان الدقيق يمسك الرده، اعرف انزلها من المكنه.
خلاص. وحشني والله، وحشني كتير، يا رب يخليكم ليا يا رب. مليكة بنتي النهارده حابه اقول لكم يعني ان لقيتها جايبه شويه اطباق وجايه وعماله تقول يا جماعه ويا جماعه كده يا جماعه، وعماله تصور وبالتليفون، وجايبه ميه كانت هتعمل لي كارثه وتحرق لي التليفون، بس الحمد لله حقناها يعني. وبتقلدني، فقلت لها خلاص انا هفتح لك قناه، اكيد هتجيبوا مشتركين اكتر من المشتركين بتوعي. وحشني وحشني الرغي معاكم والكلام. صدقوني انا بحبكم كلكم في الله، بحبكم جدا. دايما عايزه انزل لكم بكل جديد وانزل لكم المعلومه صح، مانيش عايزه ابخل عليكم بحاجه، وصدقوني انا عندي مصداقيه في كل كلمه بقولها. وبرده حاجه مفرحاني، ان انا لسه بيجيلي على فيديو الفطير بتاعي اللي انا منزلاه من 5 شهور كومنتات حلوه، وناس لسه بتتابعه، والحمد لله ربنا يدومها عليا نعمه. وناس كمان من هنا من العزبه لاحظت ان انا ما عدتش بنزل فيديوهات، وسالوني ليه يا لبنى نزلي، وادوني برضو طاقه ايجابيه حلوه كده ان انا الحمد لله. حب الناس ده نعمه وفضل من عنده، يا رب يدوم علينا حب الناس ويدوم علينا الرزق في كل حاجه، فمحبه الناس ده رزق يا جماعه، والله رزق، ربنا يرزقنا جميعا. خلاص، حاجه بسيطه كده. فانا طبعا هو محتاج ميه، وزي ما قلت لكم ده دقيق خلط، ممكن تشتريه وتحتفظي بيه عندك في التلاجة، تحطيه كده في حاجة عندك، في برطمان ولا حاجة، طب احتفظي بيه في التلاجة، والله ما هيجراله اي حاجة. اسفة يا جماعة معلش، لان كان عندي شغل طول النهار، وطبعا مش عايزة اقصر في حق القناة، علشان يعني احنا بنتعب بجد، ومحتاجين كلمة حلوة نسمعها، بلاش كلمة مثلا ملهاش لازمة. يعني انا كنت بتكلم معاكم محبة، الاقي كومنتات جايلي ليه قللي الكلام واعملي، انا فعلا بتكلم معاكم محبة يعني. خلاص، هخلص عجين كده، طبعا هسقسقها كده بحبة مية بحبة مية، هخلص عجين ونرجع مع بعض. خلاص انا خلصت دلوقتي الحمد لله. العجينه جميله جدا ولمت معايا كده، والوصفه دي تجربيها حتى اللي تعبانين وعندهم السكر، يا رب يشفيهم ويعافيهم. حبايبي والله ربنا يخليكم يا رب، يديكوا الصحه. ديت وصفه جميله جدا تاكلي منها، مش مضره ولا اي حاجه. خلاص، احنا داخلين طبعا يا جماعه على الشتاء، والشتاء بيحب اللمه، ويحب كده السهرات الحلوه والاكله الحرشه، تاكليها بقى ان شاء الله يا رب، تاكلها مع فسيخ، صدقيني جميله جدا. خلاص احنا كده ما شاء الله، انا مش عايزاه يخمر قوي يعني، خلاص هو ساب من بعضه يعني. الخمر اللي هو البسيط ده هنقرصه عادي، وهنحطه هنا على الرده برضو عادي خالص. خلاص، لو لاحظتي هتلاقي كله ما شاء الله رده. الرده دي طبعا انتوا عارفين الرده دي للتخسيس، كله رده يعني، ما تقلقيش منه. كده بقى بتقرصيه زي ما انت عايزه، على حسب ما انت عايزه، وعلى الرده برضو يعني، انا حاطه تحت منه رده وبقرصه. هخلص كده ونرجع مع بعض تاني. خلاص انا دلوقتي كورته على زي ما انا عايزه بالظبط، وانتي تقدري تعمليه زي برضو ما انت عايزاه تخين، عايزاه رقيق، زي ما انت عايزه. واهم حاجه ان انت تغطيه كويس علشان خاطر ما ينشفش منك. خلاص، وتسيبيه 10 دقايق عشان الجو سقع، ممكن انت تشتغلي فيه على طول لو انت في الحر، انما الوقت الجو بقى برد، العجينه بتشد معاكي مش زي الاول، فانت تزودي حاجتك ميه حبه بحبه كده، يبقى كده سرسوب نازل على الحاجه، بحيث ان عجينتك بتقبل ميه. احنا في ايام السقعه يا جماعه، ولسه الدنيا هتبرد اكتر من كده. خلاص يا جماعه دلوقتي انا هبدا. شايفين انا معايا دقيق على رده، حاجه بسيطه خالص، شايفين اهو، واخبزه بقى كده، يعني ان انا اعصه كده يعني عادي، واخبزه علشان خاطر ما يلزقش معايا لا في المكنه ولا في على الخباز، واخبزه عادي كده اهو. عيش، عارفين العيش الفلاحي بتاعنا، بتاع بقى كفر الشيخ والمنصوره، والناس اللي بيحبوا خبيز العيش، زي خبيز العيش بالظبط، واخبزيه حطيه على مكانتك، وما شاء الله بيبقى جميل وتاكلي منه. وبصي لو قعد معاكي، لو انت خبزتيه وقعد معاكي لما لاخر الشتاء، والله ما هيجراله اي حاجه، يعني لو عملتي كميه يعني اقصد، بس بدل ما تعملي كميه اعملي اعملي عادي، يعني بتاع اسبوع، بتاع 10 ايام، على حسب اهو. شايفين ده انا حباه كده يبقى رقيق،
تاكلي منه كده يقرقش كده ويبقى جميل اهو. خلاص طبعا الفرن حامي والرده ما بتتحملش. الحديده كده معانا يا جماعه، شايفين كل ما الفرن يشتغل يتنفخ معاكي، مع انه هو يعني الرده فيه كتير ما شاء الله. ده عيش الرده اللي هو عيش السن اللي هو بتاعنا اللي بيتباع بره، اللي بتشوفيه في المفران وبتجيبيه. لا اهو معايا اهو يا جماعه، معايا عيش الحبايب اهو، تخبزيه على ايدك كده زي العيش الفلاحي بالظبط، وتاكلي منه اللي انت عايزاه. شايفين معايا اهو. عايزه تعمليه مدور اعمليه مدور، هعملهولك مدور دلوقتي واوريهولك، اعمليه مفيش مشكله. شايفين الجمال اهي، والخبازه بتاعتنا الجميله اهي. انا بفرده بالخبازه ليه؟ ما يمكن احطه في المكنه واحطه على طول، بس هو عشان ردته ياما هيقوم مشقق منك، عشان كده بقولك اخبزيه الاول بالخبازه وبعد كده حطه على طول على المكنه واشتغل. شايفين اهو اهو يا جماعه. وحشني والله العظيم، ونفسي دايما ابقى معاكم، ويا رب يدوم ما بينا التواصل يا رب، وبحق الايام المفترجه اللي داخلين عليها يصلح لكم حالكم ويخلي لكم ولادكم وينجحهم لكم يا رب، ويجعلكم المحسنين الصالحين الرازقين ان شاء الله. شايفين اهو. طبعا هعلي شويه كده سنه، ولو سبته حبه كمان بيزيد حلاوه، يعني لو سبته حبه كمان بيزيد حلاوه. بس انا طبعا بعمل فيديو بالليل معلش انا اسفه، بعمل فيديو بالليل طبعا بعد شغل بقى وبهدله، بس الحمد لله ربنا يدوم علينا الرزق يا رب. نقول للايد الشقيانه ايه؟ شبعانه يا جماعه. خلاص معاكي ادي عيش، ادي عيش السن يا جماعه، ده عيش الرده، عيش الرده عيش السن عادي اهو، ترقشي منه وتاكلي كده جميل قوي وتحبيه وتحبي تاكله لانه خفيف ما هوش تقيل ولا حاجه. خلاص اهو. طبعا انا فردان رقاقيه، لو تخين عن كده تلاقيه ما شاء الله. خلاص نفصل الكاميرا دقيقه كده وهاجيلكم تاني. شايفين يا جماعه دول اخر اتنين عشان اخبز لكم مدور علشان تشوفوه. خلاص انا عملت على المكنه ما شاء الله من 3 كوبايات وكوبايتين رده ما شاء الله. عامل لنا ايه؟ عامل لنا كميه. طبعا انا كنت بملى الفرن، انا بصور واحده واحده علشان تشوفوا، انما انا ما شاء الله كنت حاطه بالرده بتعمله في الفرن تمام. بس انتوا مالكوش ذنب ان تسمعوا الوش بتاع الفرن ده معايا. خلاص انا بس بوريكم واحده واحده كده اهو. الخبازه كده اهو تفردي اهو، وتقومي شايلاه كده وحطاه اهو، يعني وانت عايزاه ايه؟ مدور تمام. خلاص كده. طبعا الرد ده احمر مننا قوي بس نقول ايه ولا يهمنا اهو. انا بس ايه حابه ان انا اعمل لك اي حاجه انت حباها. الخبازه انت حابه اعملي، بالمكنه انت حابه اعملي. انا بحب المكنه ليه بقى؟ لان المكنه خفيف، يبقى خفيف معايا خالص. خلاص اهو. خلاص كده زي ما انت عايزه اعملي، مفيش مشكله خالص. قدامك ده وقدامك ده، هفصل الكاميرا واطلعهم واوريهم. انا خلاص كده خلصت ما شاء الله. شايفين تاكليه بقى ناشف كده، تاكليه ده طبعا انت تخبزيه وتسيبيه حبه زي الكماك بالظبط، يعني تسيبيه 10 دقايق يرفع معاك اكتر من كده. اللي انت بتعمليه بالخبازه زي ما انا وريتك، حطيه وغطيه شويه وسيبيه 10 دقايق بعد ما تخبزيه بالخبازه، وتقومي جايه حاطاه تلاقيه اتنفخ معاكي بقى نفافيخ وما شاء الله عليه يبقى جميل. خلاص اللي شايفين يا جماعه تاكلي بيه اي حاجه. عيش بلدي جميل اهو، بس ان هو كله رده عشان الناس اللي عامله دايت والناس اللي تعبانه يعني ربنا يشفيهم يا رب. خلاص كده خفيف جميل جدا جدا وحلو، وتاكليه وتسقي بيه اي حاجه وتاكليها في السقعه ده اهي حلو قوي. صدقيني جربيه مش هتندمي. عايزه تعمليها على البوتاجاز مفيش مشكله.
اشوفكم بقى على خير، ولايك واشتراك، واوعوا تنسوا الاشتراك يا جماعه واللايك. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله مع حاجات اكتر. ونفسي اللي عنده فكره ليا حلوه يقولها ويعرضها عليا، يساعدني بيها ربنا يصلح لكم حالكم ويسعدكم يا رب.